السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تصريحات حسام حسن اللي قلب السوشيال ميديا، هنقول إن جزء منها غلط وجزء منها صح. يا كابتن حسام، إحنا عارفين أنت كنت المفروض تطلع تقول يا جماعة قبل البطولة أنا هطلع هجرب في البطولات والماتشات الودية دي طريقة لعب معينة، وهو ده الصح. المفروض ان انت اي مدرب، والمفروض جهابزة السوشيال ميديا اللي طلعت قطعته بعد ماتش اوزبكستان وهو غلطان. انت بتلعب ب4-2-3-1، ما عندناش مشكلة، دي طريقتك المعتادة. لكن بقى الناس بقى طلعت غسلته عشان لعب ب3-6-1 وبوظ الدنيا وخلى الباكات تلعب مدافعين، فخلى اللعيبة تلعب بأدوار مركبة. طيب يا جماعة، هو حسام مش ساحر. والناس طبعا اللي من ضمن الناس اللي طلعت غسلته ناس تقول لك اصل هو مسك ساطور وقعد يدبح فينا واحنا بنلعب بطريقه بريلا بريلا بريليلا. طب يا جماعه، هو معلش الراجل عمل ايه؟ معلش يعني هو الهدفين اللي كان جاي عشانهم في المنتخب، الصعود لكاس الامم والصعود لكاس العالم، الراجل حقق الهدفين من غير ولا هزيمه. يا عم يا راجل تشكر. الراجل اتكلم وقال انا لو انا اجنبي مش هتهاجم ومش هاخد بالدولار والحكايه والروايه، وميكيلي طلع رد عليه امبارح. طبعا يا كابتن حسام مالكش دعوه بحد، وارجع اقول لك يعني ايه 2 محترفين وربع. انا مش هقول لك ان مصطفى محمد ارقامه زي الزفت في اوروبا، ما صلاح الموسم ده واقع يا جماعه. بس بالنسبه للناس، يعني صلاح بالنسبه للناس، لا صلاح برضو لا يمس. ما هو يا جماعه لازم ننتقد، ما هو يا جماعه معلش، السوشيال ميديا فيها الحلو والوحش. وانت يا كابتن حسام قبل ما تمسك المنتخب كنت بتنتقد الناس، دلوقتي ما انا برضه انا مش هقول لك ان حسام يعني بعيد عن الانتقاد. احنا بنحبك كلاعب والكلام ده، واحنا انا واحد من الناس شفتك في كاس الامم 98 وكاس العالم 90 وي. مش هقول لك بقى ان احنا شفنا حسام حسن، انا راجل عندي 40 سنه شفت حسام في 98، شفت حسام الهداف بتاع البطوله 2006 رفع الكاس، 2008 رفع كاس الامم. فيا كابتن حسام، تصريحاتك دي بتنم على ان انت مضغوط، واحنا عارفين ان اتحاد الكوره بيسلمك تسليم اهالي للجماهير وللصحافه وللسوشيال ميديا. وللاسف انت جوه السوشيال ميديا ناس اصلا منتفعه. يا باشا، حد يعرف ان المغرب دلوقتي في منتخب 17 سنه بتاع احمد الكاس اللي خرج وصلوا دور الثمانيه وهيلعبوا البرازيل؟ المشكله ان احنا ما عندناش هنا في مصر تخطيط. للاسف في الكوره بالذات انت ما عندكش تخطيط. المغرب قعدت 10 سنين ولا حاجه، كام سنه خططوا. فوزي لقجع عمل هوب النهضه الكرويه، بقى عندهم مدربين، عندهم رخصه تايب بي، رخصه بي برو اللي هي المحترفين. انت فين بقى؟ انت اعلى مدرب هنا ايمن الرمادي، ده اللي معاه كل حاجه، وكابتن ايهاب جلال الله يرحمه. فين بقى الباقي؟ يا كابتن حسام انت غلطت، انت كنت المفروض تطلع او حتى بعد البطولة تطلع تقول يا جماعة انا كنت بجرب طريقة لعب. وهو ده اللي المفروض جهابزة السوشيال ميديا تتكلم فيها. لكن بقى مش كل واحد قاعد لي على القهوة وبرنامج كابتن ابراهيم فايق، مع كامل احترامي ليك انك جايب ناس تقطع في حسام. يا عم هو الراجل غلط، ما كل المدربين الاجانب اللي قبل منه برضه عنده حق يا جدعان. ما المدربين الاجانب قبل كده كانوا بيلبسونا في حيطه. فيتوريا طلعنا ب4 تعادلات في كاس الامم، يا مصر كان ينفع ان هي تحصل كده؟ ولا مؤاخذه، طب ما كيروش وكوبر، ما كوبر يا جماعه كان هي جمله واحده اللي محفوظه، عبد الله السعيد باصي لصلاح. وكيروش كان بيجي يقول لك اصل اللعيب المصري ده محتاج يتعلم الاساسيات والكلام ده. والناس كانت طالعه، معلش مع احترامي، كيروش ده كان السبب في تدمير محمد قفشه ومحمد شريف. للاسف كان عندك محمد قفشه وشريف في الاهلي كانوا بيبخوا نار مع موسيماني. اول لما راحوا مع كيروش، كيروش دمرهم نفسيا. وماتش اللي هو الكاميرون لما بدلوا وغيروا في نفس الوقت. بس الناس بتنسى، وهو حسام عنده حق في الحته دي. احنا ليه بنقبل من الاجانب اي عك ونيجي عند المصري لا اصل ده مصري؟ عقده الخواجه، العقده بتاعت الخواجه، اصل الخواجه ده بيطير ويبخ نار. في حين ان انت لما لعيب مصري طلع وخد نفس الامكانيات بتاعتنا اهو، خد هداف الدوري الانجليزي حوالي 3 مرات، واحسن دوري في احسن هداف في احسن هداف في الدوري الانجليزي، واحسن لاعب في الدوري الانجليزي محمد صلاح. فللاسف السوشيال ميديا دلوقتي بقت عامله زي صناعه الايه، صناعه الحدث بالهكس. وتلاقي ناس محللين تطلع اصلا في برامج، والله يا جدعان مع احترامي يعني، الواحد الحمد لله شكرا مش شكرا في نفسه، بس بيشوف ايه ده، مين دول يابا، ايه الهكس اللي هم بيقولوه ده؟
ويطلعوا بقى ويقولوا لنا اصلا انا المحلل الكروي الجامد وبتاع. طب يا عم امسك فرقه، انت معاك رخص تدريب؟ يا عم انا مش معايا رخص تدريب، بس اقول رايي في الايه، في اللذيذ، مش اللي هو ايه انتقد وانا اصلا هجاص. فيعني كفايه يا جدعان، السوشيال ميديا للاسف خربت الدنيا في حته ان انت بتنتقد مدرب على الاقل نجح لك في الهدفين وباقل التكلفه زي ما بيقولوا. ربنا يوفق كابتن حسام، اتمنى يعني، انا عارف ان الناس اللي هي بتنتقده دلوقتي اذا شاء ربنا وصعد دور الاربعه او وصل النهائي، يا عم مش هقول لك ابعد الاحلام، خد بطوله افريقيا، كل الناس هتسقف له، الناس اللي كانت بتنتقده. ربنا يكرمك يا حسام وتجيب البطوله لمنتخب مصر. سلام عليكم.